السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. هنعمل مع بعض سلطة البطاطس بالزبادي والمايونيز. معانا خيار مخلل وشبت وبقدونس وبصل وطماطم متقطعين كلهم ناعم، وطبعا البطاطس المقلية بتاعتنا، ونص فنجان من المايونيز، وعلبة واحدة من الزبادي. تمام. ممكن برضو نزود في المايونيز اكتر من نص فنجان على حسب رغبتكم انتم. تمام. هنحط بقى المايونيز والزبادي على بعض، ونزود عليهم رشة بسيطة من الملح والفلفل الاسود. اللي مش عاوز يزود ملح تمام، مفيش مشكلة، عادي جدا، وحابب يكتفي بالملح الموجود في الخيار المخلل تمام. الاكل اذواق، زي ما انتم حابين ومتعودين اعملهم. تمام. هنخلط الزبادي مع المايونيز مع رشة بسيطة من الملح والفلفل الاسود. اساس الوصفة ديت في الخضار ايه؟ الخيار المخلل والخيار الاخضر والشبت. انا ما كانش عندي خيار اخضر فاكتفيت بالخيار المخلل، بس حبيت ازود عليها بصل وبقدونس وطماطم. تمام، عشان ازود من القيمة الغذائية بتاعتها. مش حابين طماطم ولا بصل ما تحطوش، ممكن برضو نزود فلفل اخضر وجزر، بس انا ما حبيتش احط عليها جزر ولا فلفل اخضر. تمام. هنخلط الزبادي والمايونيز والخضار والبطاطس بتاعتنا المقلية. طبعا كلنا بنعرف نقلي بطاطس، فمش مستاهل ان احنا نقليها مع بعض طبعا. وهنخلط كله مع بعضه، وهنحطها في طبق وهناكلها. انا عاوزه اقول لكم مش متخيلين طعمها جبار تحفه، بدون مبالغه، فعلا طعمها حلو جدا. يبقى الاساس في الوصفه ديت الشبت والخيار المخلل والخيار الاخضر والمايونيز والزبادي والبطاطس المقليه. اما بالنسبه للبصل والطماطم والبقدونس ده انا زودتها من عندي. ممكن برضو نزود جزر وفلفل اخضر زي ما انتم حابين اعملوا. مش حابين تزودوا خضار تاني خالص مش مشكله، عادي جدا، وحابين تكتفهم بالخيار المخلل والشبت والخيار الاخضر تمام. جربوها هتعجبكم. يلا بقى، سلام عليكم، باي باي.